المباراة شاهدنا كيف كان الحكم وكيف كانت أيضا القرارات في هذه المباراة، ولكن الناس شهدت ماذا حدث. كان لدينا تخوف قبل المباراة وكنا نعرف هذا الحكم، وأعتقد بأن الفيفا يجب أن تراجع نفسها عندما تضع حكم مثل هذا الحكم في مباراة في غاية الأهمية. من المهم جدا أن يكون الحكم على قدر المباراة. مرة أخرى مثل مباراة البرازيل، نعم لم يكن لدينا أي شك عندما ذهبنا لتسديد ركلات الترجيح. كان لدينا ثقة كبيرة في الحارس في ديبو مارتينيز ونحن ممتنون له. والآن المباراة القادمة كرواتيا نصف النهائي ستكون مباراة صعبة جدا. المنتخب الكرواتي يظهر بأنه منتخب كبير ولعب بندية كبيرة أمام البرازيل، وهذا ما شاهدناه في بعض لحظات المباراة. هو منتخب لديه لاعبون